لو انت في علاقة مع شخص ومضطر دايما تبرر كل حاجة بتحصل عشان العلاقة دي تفضل مكملة، فالفيديو ده ليك. النهاردة انا هتكلم معاكم عن العلاقات السامة، او زي ما الكل بيقول عليها التوكسيك ريليشنشيبس. اي علاقة في الدنيا علشان تنجح بتقوم على حاجتين: ان الشخصين اللي في العلاقة لازم يكونوا متفاهمين وبيساعدوا الطرف الاخر على ان هو يكون مرتاح ويكون مبسوط. انما في العلاقات السامة الموضوع بيكون مختلف، بيكون في طرف مرتاح ومبسوط والطرف التاني بيحس ان هو بيستنزف، بيبذل مجهود كبير جدا عشان يرضي الطرف الاخر. بس للأسف انا احب اقولك ان الشخص اللي بيكون مبسوط او بيكون مرتاح ده بيكون شخص سام، toxic person. طيب نقدر نحدده ازاي؟ هو بيكون ليه علامات واضحة جدا، من اهمها مثلا ان هو دايما بيقلل منك حتى لو على سبيل الهزار، دايما عايز يفرض سيطرته عليك ويتحكم في كل تفاصيل حياتك. مهما عملت ليه هيحس ان هو مش كفاية ومش هيقدر ده، دايما هيحطك في قفص اتهام وان انت تحتاج تبرر وتدافع على كل الموقف. هتحس ان انت الوحيد اللي بتحارب على العلاقة دي، وهو لا، شايف ان ده حق مكتسب ان انت تعمل كده. فحب اقولك ان ده خطر كبير جدا، لانه عامل شبه الكانسر بياكل في ثقتك النفسية. وللأسف في ناس بتقع تحت رحمتهم وبيبدأوا فعلا يدخل جواهم الاحساس ان احنا فعلا مقصرين، ان احنا لازم نبذل مجهود اكتر عشان نرضيه. ومش دايما الحل ان احنا نقطع العلاقة دي، في اوقات ان انت لازم تتعلم انك تقول لا او تحط حدود، وفي اوقات تانية بيبقى خلاص لازم العلاقة دي تنتهي. فهنا في مساحة نفسية احنا بنقدم كل يوم معلومات عن الصحة النفسية، فلو انت مهتم انك تعلي من صحتك النفسية لازم تعمل لنا فولو، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده. استمتع بوقتك يا صديقي.